فاكرين لما اتكلمنا عن ان صورة الجسم بتتكون من علاقاتنا واحنا صغيرين والتعليقات اللي وصلت لنا وحياتنا الاجتماعية ووجودنا وسط مجموعة الأقران. كل الحاجات دي وكل علاقاتنا الاجتماعية دي بتكون الصورة الذهنية عن صورة جسمنا. وفاكرين لما قلنا ان بيحصل لها تشوه لان بيوصل لنا نقد وبيوصل لنا رسائل كتير سلبية بتخلينا شايفين انه صورة جسمنا دي مش مقبولة. طب نعالج ده ازاي؟ من ضمن العلاجات المهمة جدا النفسية هي العلاج بالحركة والرقص. المدرسة الجشتالتية اتكلمت عن العلاج بالحركة والرقص، والمدرسة كمان السايكو داينامكس، وقالوا انه العلاج بالحركة والرقص هو من ضمن العلاجات اللي بتخلينا نقلل اغتراب جسمنا، نقبل اكتر جسمنا. وزي ما صورة جسمنا بتتكون من خلال وجودنا جوه مجتمع، كمان العلاج بالحركة والرقص بيعيدنا تاني جوه مجتمع. العلاج بالحركة والرقص بيعتمد على وجودنا جوه مجموعة، بيعتمد على العلاقات داخل هذه المجموعة، بيعتمد على الإيقاع وإزاي إن إحنا بنبتدي نسيب جسمنا ونحرك جسمنا وفقا لهذا الإيقاع، وكمان مع الناس. المدرسة اللي إحنا بنتبناها هي مدرسة بتعتمد أساساً عن إن إحنا نبقى وسط مجموعة علشان نعرف نحسن صورة جسمنا. خلينا نتكلم في الحلقات الجاية عن إيه هو العلاج بالحركة والرقص.